بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هعلمك إزاي تحسب وزن الحديد في بلاطة فلات سلاب. تعالى هنا نروح على برنامج الأوتوكاد كده ثانية واحدة. فلنفترض مثلا إن إحنا معنا هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، مع هنا بلاطة وليكن مثلا 12 في مثلا 7.5. جميل. وليكن دي مثلا البلاطة بتاعتنا اللي هي فلات سلاب. تعالى كده نجيب المساحة بتاعتها. ماشي. المساحة بتاعتي هتبقى 90 متر مربع. طب جميل، دي كده مساحة البلاطة. تعالى نروح هنا على برنامج الإكسل. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بلاطة الفلات سلاب هنا هتبقى عبارة عن طبقتين حديد، وليكن مثلا طبقتين حديد 5 فاي 14. يبقى أنا عندي هنا 2 لاير 5 فاي 14. هاجي هنا عندي حديد، هنا حديد الفرش ادي هنا 14، اخلي دي 5. طيب، وحديد الغطا برضو 5 فاي 14، 5 فاي 14. يبقى انا عندي هنا الفرش 5 فاي 14 والغطا 5 فاي 14. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عندي طبقتين حديد، هاجي هنا اخلي دي 2. يبقى انا عندي هنا كده 2 لاير. يبقى الحديد اللي هيبقى في البلاطه دي اللي هي فلات سلاب هيبقى 494 كيلو. طيب تعالى نشرح اللي انا عملته ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وليكن مثلا اول حاجه هعملها الا وليكن هي مثلا، يعني تعالى هنا كده، تعالى هنا نروح على البرنامج ده. انا عندي هنا المساحه. طيب انا عاوز المساحه. جميل، هكتب هنا المساحه. يبقى اول حاجه هعملها معي هي المساحه. المساحه. جميل، دي اول حاجه. طيب تاني حاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا عملتها ألا وليكن اللهم صل على سيدنا محمد حديد الفرش والغطا. جميل، جميل جدا. يبقى أنا عندي هنا كده وليكن مثلا حديد وليكن الفرش، وهنا حديد الغطا. جميل، ماشي. يبقى أنا عندي هنا دي المساحة. تعالى نكبر دي كده شوية. نجي المساحة دي نخليها هنا وخلاص، ولا سيبها زي ما هي. جميل. يبقى أنا عندي هنا اللهم صل على سيدنا محمد، عندي هنا دي المساحة. طيب حلو. هنا أكتب القطر، القطر بتاعي، القطر اللي أنا هكتبه. طيب عدد وليكن الحديد. جميل. يبقى أنا عندي هنا المساحة، المساحة بتاعتي اللي هي كانت كام؟ طلعت معايا كام؟ 90. طيب جميل، خليها هنا 90. حلو، مفيش أجمل من كده. طيب القطر فاي 14، وهنا برضو فاي 14. اللي أنا قلت حديد فرش هياخد فاي 14، وحديد غطا هياخد فاي 14. عدد الحديد أنا قلت هياخد 5 فاي 14 في المتر، وهنا 5 فاي 14 في المتر. طيب الوزن طولي كل متر هتعمل هنا يساوي القطر في القطر على 162. القطر تربيع على 162. جميل، بسيطة خالص، مفيش أسهل من كده. الموضوع سهل وبسيط جدا. نفس الفكرة يساوي 14 تربيع على 162. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أنا هي اللهم صل على سيدنا محمد. انت عايز اجيب ايه؟ تعال صلى على النبي. وليكن مثلا انا عندي هنا حديد الفرش 5 فاي 14، ايا يكن 5 هنا مش هتفرق. حديد الغطا 5 فاي 14، والوزن الطولي جبت 14 في 14 على 162. طيب الوزن بالكيلو. طيب اولا اول حاجه انا هروح واخد على طول المساحه في، تمام، هضرب المساحه في عدد الحديد في الوزن الطولي. جميل، يبقى انا كده جبت الوزن بالكيلو جرام. طيب جميل، حلو. نفس الفكره هنا هي نفس الفكره هنا، يعني دي هي دي. انا مكبر ده كده، ديت هي دي. هعمل هنا بيساوي المساحه في عدد الحديد في الوزن الطولي. جميل، جميل، جميل. هروح اعمل ده يساوي ده زائد ده، مفيش اجمل من كده. هروح اعمل دي كمان، هدي هنا كده كنترول سي، هنا كنترول سي.
هعمل دي يساوي ده في 2. شوف انا بحاول ابسطها لك على قد ما اقدر. عفوا، مش ده في 2، عفوا انا ده لخبطه حصلت مني دي، اسف في الحته دي. صلى على النبي. تعالى هنا كده، عدد، هكتب هنا عدد الطبقات. كم طبقه؟ يعني الحديد دي 2 لاير 1 لاير. عايز لما انا اروح اعمل دي هنا، دي كده بتساوي دي في الرقم اللي هنا اللي انا هكتبه هنا. يبقى انا مثلا عدد دي وليكن طبقه واحده، هيجي لي نفس الموجود هنا. ممكن تخفي دي خالص يعني. شوف انا بحاول ان انا ايه اوضحها لك. تعالى هنا دي كده كله هنا. يبقى هو الموضوع سهل وبسيط جدا. دي الوزن بالكيلو، الفرش والغطا. جميل. يبقى انا هنا كده لو عندي مثلا الوزن، مثلا الوزن بالطن مثلا، ادي هنا كده ميرج زي الفل. دي برضو ميرج. انا بحاول ان انا اوضح لك الامور. ده كده على 1000. ممكن تعمل دي كده مثلا هنا كده. انا بعمل كنترول واحد، يعني مثلا لو انا عايز اظبط الارقام دي اروح شايلهم كده كنترول واحد، واجي هنا على نمبر. هدي اخش اشرحها في كورس الاكسل. طيب، او مش فاكر الصراحه شرحتها في كورس الاكسل ولا لا. ايا يكن، يبقى انا كده لو عندي طبقتين هعمل 2 هنا. يبقى انا كل اللي هعمله هكتب المساحه والقطر وعدد الاسياخ. فلنفترض ان هو 7 في 14، 7 في 14 فرش وغطا. يبقى حديد الفرش هنا ياخد 7 في 14، وعدد الغطا هنا ياخد 7 في 14. ويبدا هو يحسب مع نفسه. طب انا عندي كام طبقه؟ عندي وليكن عدد طبقات هنا وليكن طبقه واحده. جميل. طب افرض انا عاوز اكرر المعادله دي تاني. هتروح شايل دي من هنا كده كنترول سي، كليك يمين هنا، انسيرت كوبي سيل. دي زي الفل. جميل. هاي ممكن اكتب دي مثلا 100 مثلا، وليكن دي مثلا فاي 16 ودي فاي 16. جميل. زي الفل كده. تمام. المعادلة بسيطة جدا يعني. معادلة فوق ودي طبعا جمع ما جمعتش. طيب عشان برضو ايه ننهي الموضوع دي، الت على الرقم الجميل ده، شده على فوق هنا كده على 1000. جميل. يعني دي لو شدناهم هنا هتلاقيه كام؟ 3736 79%. طيب جميل. يبقى الموضوع بسيط. لو انا جيت هنا برضو شديت دول كده وعملت كنترول سي ونزلت هنا كده تحت هنا، كليك يمين، انسيرت كوبي سيل، تقدر انك تغير هنا مثلا 105 مثلا. شوف ده كده برضو تشيل بس دي من تحت، تروح شادد دي لتحت هنا كده، هتبدأ تحسب معايا. جميل. الموضوع سهل وبسيط جدا. ممكن هنا مثلا 5 مفيش مشكلة، وهكذا. ودي مثلا 5. فانت ابدا كده شوف الدنيا معاك. طبعا هنا انا عامل واحده هنا اللهم صل على سيدنا محمد، هي خاصه بيا. نفس الفكره. التوب ده اللي هو الغطا، والبوتوم ده اللي هو الفرش، وده المساحه اللي هي بتاعه البلاطه، وده القطر، وده عدد الحديد. مثلا لو هو مثلا في اللي فوق ده الغطا 5 في 14 في الغطا، 5 في 14 في اللي هو الفرش. طبعا كل اللي انا بعمله اللي بس بظبط الحاجات دي. وعدد الليرات هنا لو دي مثلا 1. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.